بضاية عملت 20 قطعة من الكب كيك، المقادير على قد ايدينا متوفرة في البيت ان شاء الله. حلوة قوي في اللانش بوكس او العياد الميلاد او المناسبات كمان. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة حلوة كده منكم لفلسطين وغزة، والناس اللي اول مرة تشوف قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الحلو. هنا خلاص حطيت عندي بضاية بدرجة حرارة المطبخ، وعندي ظرف من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل. ضفتهم هنا في الخلاط، عليهم كوبايه الا ربع من السكر، واهم حاجه السكر عندك لونه ابيض كده عشان يخلي الكيكه عندك هشه كده معاكي ولونها فاتح ويبقى جميل. هنا خلاص قلبتهم كويس جدا، خلطتهم لغايه لما السكر عندي داب وعمل وش رغاوي مع البيضه. وبعد كده ضفت عليهم كوبايه الا ربع من الحليب، بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر هعاير بيها الزيت مع السكر والحليب. خلاص كده زي ما انتم شايفين، انا يا دوبك هنا حطيت نص كوبايه من الزيت عليهم زي 5 معالق من الزيت، يعني ما حطيتش كوبايه الا ربع. هنا خلاص حطيت عندي الزيت اخر حاجه، واسيبهم يتخلطوا كويس جدا لغايه لما وشهم يعمل معايا رغاوي كده. كنت نخلت عندي الدقيق اللي هو عباره عن كوبايتين من الدقيق، بس انا في الاخر مش هستعمل الكوبايتين بس. آم، استعملت كوبايه ونص. انا نخلته هنا كويس، وبعد كده اخدت نص كوبايه كده واحطها على جنب. وهنا لما احس الخليط عندي سايل معايا هبدا احط عندي الدقيق بالتدريج. خلاص هنا حطيت كوبايه ونص كده من الطحين، وعليهم ظرف من الفانيليا. ظرف الفانيليا لا سوري، البيكنج باودر عباره عن معلقه كبيره هرميه لو عندك انتي بتجيبيه سايب. عليهم رشه بسيطه جدا من الملح. قلبناهم كويس جدا لغايه لما البيكنج باودر اتمسك مع الدقيق. وبعد كده نزلت عندي بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض في الخلاط. حابه تعمليه بمضرب يدوي او مضرب كهرباء مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه بفضل الخلاط، بيضرب كويس جدا ويخلي معاكي وش رغاوي كده جميل. هنا نجاح بقى الكب كيك اللي هو في التقليب. وكمان لما تيجي هقول لك كمان ازاي ينجح معاكي ويبقى عندك ما شاء الله بقى جميل كده ولونه حلو قوي. هنا نجاح الكيك او الكب كيك بتقلبي اتجاه واحد. طبعا قبل ما اعمل اي حاجه معاكم كنت مولعه الفرن على درجه حراره 160، وهنا كنت مهدياه خالص. وبعد كده هبدا احط الكب كيك عندي، وهنا يا دوبك هسيب النار برضو على درجه حراره 160. ولما تيجي تطلعيه معاكي اوعي تخليه تطلعيه وتقفلي النار، هياخد اللون الجميل من فوق ومن تحت. وبعد كده يا دوبك هتروحي طافيه النار وهتسيبيه جوه الفرن برضو، عشان لو طلعتيه من بره هتلاقيه هبط معاكي وبقاش كويس. طبعا عايزه اقول لكم انا معلومه، هو كان ما شاء الله تحفه. هوريكم تكايه كده عملتها في الاخر ابني اللي بوظها لي. خليكم معايا اسمعوا الفيديو من اوله لاخره وان شاء الله هتستفادوا منه. هنا بعد ما قلبت عندي الكب كيك بدكايه واحد، بصوا الخليط بقى معايا كريمي كده، وزي ما انتم شايفين خليط سايل ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عباره عن هو كيكه، بس احنا عاملينها في قوالب كب كيك بس مش اكتر. وزيناها عندي هنا بشوكليت شيبس او شوكولاته عندك خام وبشراها مفيش اي مشكله. خلاص عندي الورق اللي هو الورق الزبده بتاع الكب كيك وبحطه عندي في القالب. وبعد كده ببدا ازين عندي بالشكل الجميل ده. هنا خلاص ما تمليش القالب عندك خالص، عشان لما يجي كمان لسه هينفش معاكي في الفرن تبقاش عاليه كده وتروح ماسكه عندك في القالب نفسه. هتبقى الكيكه عندك الكب كيك شكله مش حلو خالص ولا لطيف. طيب هنا خلاص عملت الكميه دي، عملوا معايا 20 قطعه من الكب كيك زي ما انتم شايفين، عملتهم في القالب كده. وبعد هنا خلاص كده زي ما انتم شايفين رحت مزيناهم بالشوكليت شيبس. كنت مولعه الفرن زي ما قلت لكم قبل ما اعمل اي حاجه، كنت مولعه الفرن. طلعت معايا في الفرن تحفه، بس ابني الله يسامحه عايزه اقول لكم كانت عاليه جدا. بس انا مشكلتي ما بفتحش الفرن، ابني بقى عايز ياخد واحده وانا مش واخده بالي، راح لقيته فتح الفرن واخد واحده فعلا وهو واخدها سخنه. هي اللي خلاها هبطت، بس عايزه اقول لكم يعني هي هابطه كده، بس والله هشه كده من جوه وقطنيه وحاجه كده اللهم بارك. بس المشكله ابني اللي فتح الفرن. عايزه اقول لكم انا لما بصيت عليها في الفرن كانت تحفه بجد ما شاء الله، انا اتبهرت بيها من جمالها. اللي هي كانت عاليه كده وكانت شبه الكب كيك بتاع بره واحلى كمان، كان شكلها حلو قوي. بس ابني الله يسامحه فتح الفرن خلاها هبطت ليه، عشان انا على طول اعمل الكيكه ما يعني اخليها في السخونيه بتاعتها. ليه؟ لو فتحتي عندك الفرن بتاعه البوتاجاز وحطيتي الكيكه عندك من بره هتلاقيها هبطت معاكي. لازم الكيكه تاخد بدرجه حراره الفرن عندك لغايه لما تبرد، هتلاقي الكيكه عندك ما شاء الله عاليه كده ومرتفعه وجميله جدا. لو طلعتيها من بره هتلاقيها خفزت معاكي زي كده زي ما انتم شايفين الكب كيك بتاعي حصل بس عايزه اقول لكم ما شاء الله اسفنجي كده وطعمه حلو قوي قوي.
طبعا بس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم لايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لكم والله هشه وجميله، ومن جوه كده حاجه كده اللهم بارك. بس هي ابني بس اللي مش اكتر كده. وعايزه اقول لكم بس الشوكولاته سايحه بقى من جوه، تحسي ان انت مغرقاها الشوكولاته كلها، اللي هو الشوكليت شيبس. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده، حاجه كده على قد ايدينا. حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.